السلام عليكم الاخوان، تحياتي لكم من رفيق، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مع الاخ ديالي والصديق العزيز السي مولاي احمد شاطر مباشره من العاصمه البلجيكيه بروكسل. جينا عند الضيف ديالنا السي مولاي احمد، رحب بنا اليوم، ملاقه كانت زينه، وعمي سعيد شاطر حتى هو اللي تلاقينا معه في هذا النهار. بطبيعه الحال الاطور ديال النظريه ديال البركانيه و محبين الكبار تاع النظريه ديال بركانيه، المؤسسين ديال النظريه ديال بركانيه، العائله شاطر كما تعرفوا، لا مولاي احمد، لا عمي سعيد شاطر العم ديالو، لا الاصدقاء ديال شاطر الكبيره كما تعرفوها، منهم سوسو، منهم اسماء عديده. جينا في هذه الدوله الجميله وعاصمه البلجيكيه بروكسل، عاصمه اوروبا، نهنئوا نهضة بركان بالفوز باللقب البطولة الوطنية المغربية. وهذا الشارع هذا طبيعي الحال شارع برافو، وي اكبر شارع التجارة اللي فيه مغاربة واتراك باكستانيين. سيرتو خوتنا البراكنه متواجدين بكثره هنا في هذا الشارع هذا، هنا في هذه العاصمة البلجيكية، ومعروف على الصعيد الأوروبي، معروف على الصعيد الأوروبي، وبلاد اللي زينة، دولة اللي زينة بصراحة. هلا لا تايس كل شيء موجود بطبيعة الحال. هاد الطواجن ديال الارتيزانات ديال البلاد، وزيدوا هذا الوقت هذا يجينا شويه روطار، كان الناس كيبلعت، تعرفوا هنا الاوقات كيبلعوا مع 8 فات 8 مره ان شاء الله ندوز شي فيديو زين. مولاي احمد، هنيئا اللقب، نهض بركان فاز باللقب كاس الكاف، حنا كنشوفوا في نصف نهائي كاس الكاف، الدور 8 في كاس العرش، موعد الشعباني، اكبر امتيازات السنه واكبر اضافه لنهض بركان. صراحه الموسم داز من ذاك الطرز الرفيع، يعني تبارك الله على الشيء اللي داروا السي الشعباني والفريق ككل، والاخوان اللي كيقاوموا وكيزيدوا يشجعوا هذا الفريق. الحمد لله وصلنا في اول بطوله اللي فزنا بها هذا الموسم هذا، يعني بالجهد وبجداره واستحقاق. كنشكروا السي الشعباني، ونشكروا كاع المؤطرين اللي واقفين، والجماهير تاع الجاليه او داخل الوطن في بركان. يعني الحمد لله كلشي وقف وجبناها، وكيمتاز يعني السي الشعباني دار واحد المجهود، قام بواحد المجهود، عمل كبير بكل صراحه، عمل كبير، والحمد لله وصلنا. يعني واخا بهذه المجموعه هذه كان يحاول باش تجيبوا يعني انتدابات جديده وفوالا. دونك ما وصلناش للانتدابات حتى الموسم ان شاء الله. مولاي احمد، ان شاء الله الموسم الجاي، حنا هذا الفيديو بغينا نقول للناس بلا مولاي احمد وعمي سعيد شاطر حنا معاهم، قدمنا عمي سعيد شاطر، جانا على غفله هذا الرفيق هذا ضياف عند نقدموا للناس بلا حنا متواجدين اليوم ضياف عند مولاي احمد شاطر والسي عمي سعيد. جينا لبروكسل نشوفوا هاد الاخوان ديالنا العزاز. مولاي احمد يمكن ثاني ملاقاه تلاقيت معاه، الملاقاه الاولى كانت مدينه بركان، والملاقاه الثانيه في المدينه ديال بروكسل. عمي سعيد اول مره نشوفه، اللي عنده واحد العلاقه ديال 7 سنين وحنا متواصلين في اللايفات وفي الحلقات، واليوم اول ملاقاه معاه. بصراحه انسان طيب، وتربي طولنا العمر ديالو، ومازال نشوفوه ان شاء الله مره اخرى ونهارات اخرين ان شاء الله. تحياتي للبراكنه، وتحياتي لمولاي احمد، تحياتي لعمي سعيد. ان شاء الله مره اخرى نكون معكم فيديو اخر، وبطبيعه الحال نرجعوا لللايفات ديالنا كل ليله. مرحبا بالاخوان كاملين. نشكركم بزاف على هذه الزياره اللي قمتوا بها هنا باش تزورونا هنا في بروكسل. الحقيقه اللي جا على غفله كما نقولوا حنايا لامبروفيست. وكذلك السي مولاي احمد هضر على السي الشعباني فريمون، لانه واحد الملاحظه، وهو نقول الفريق نفس الفريق اللي كان معاه مثلا قبل السي كربا او السي سكتيوي، وهذه نفس تقريبا العناصر، زاد معاهم يلا زاد واحد جوج لعابه ولا السي منير المحمدي، ولكن زعما الصراحه فريق اللي قدر يخدموا ويمونتيه ودي مانيير سيستيميك، داكشي هائل. ونشكر بزاف السي الشعباني على العمل ديالو، وكذلك نشكر السي القجع اللي حقيقه قام بواحد العمل جبار باش كون الفريق.